انا بصراحه شويت الفراخ بالطريقه دي، ولقيت الطريقه دي سهله وبسيطه جدا، فانا قلت لازم حبايبي يعرفوا الطريقه دي، فعشان كده هقدمها معاكم طريقه شوي الفراخ والتتبيله الخطيره اللي هقول لكم عليها، واللون الجميل ده ازاي تطلع معاكي الفراخ في الشوي باللون الحلو ده من غير ما تتعبي ولا تقفي قدام نار ولا تقفي تهوي ولا الكلام ده خالص. الفراخ هتعمليها في خطوه واحده وهتطلع معاكي مشويه وزي الفل، وما اقولكمش بقى على التتبيله الرهيبه، ومن غير ما تاخدي مجهود ولا اي حاجه. واحنا دايما نقول اهم من الشغل تنظيم الشغل. يلا نسمي بالله وننظم شغلنا ونعمل احلى فراخ مشويه دايبه دوب، حتى العظم متشرب ومستوي وزي الفل. واحنا دايما نقول ايه؟ اهم من الشغل تنظيم الشغل. يلا نسمي بالله وننظم شغلنا ونعمل احلى شويه فراخ مع شويه بصل مشويين، ما اقولكمش على الجمال والحلاوه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بصراحه كان عندي عزومه وكنت هشوي 7 فرخات، بس انا اللي هشويهم معاكم دلوقتي 4 فرخات، لان الكميه كبيره وما كانتش البوله هتسع معايا. المهم دول 4 فرخات انا مقطعاهم رباع، كنت مقطعه ال7 فرخات كنت مقطعاهم رباع ومجهزاهم، بس انا هشوي 4 دلوقتي معاكم عشان ايه ما اطولش عليكم الفيديو ونعمل صواني كتيره. المهم ايه، انا غسلاهم خليها زي الفل، والناس اللي متابعينا على القناه عارفيني اي حاجه لحوم هشويها، فراخ، حمام، اي حاجه، بط، دايما بعد ما اغسلها اسيبها في المصفى اصفي كل ميتها، لان الميه دي مصدر زفاره لينا في ايه، في اللحوم بتاعتنا. المهم ايه، انا خدت كده الرباع، بصراحه الرباع بتاعتي كانت رباع كبيره، فكنت بقطع كل ربع على 3، الورك على 3 والصدر على 3، وبعد ما بقطعهم كده بدي فتحه لكل قطعه. الفتحه ليه يا هاله ومهمتها ايه يا هاله؟ الفتحه يا ست مهمتها تخلي اللحمه بتاعتك تتشرب بسرعه، حتى التوابل توصل للعظم، تحسي كده القطعه متشربه كده، وما اقولكمش على الجمال والحلاوه. قطعت الورك على 3 وقطعت الصدر على 3 زي ما انتم شايفين. اظن طريقه التقطيع سهله وبسيطه جدا. قطعيها على 3 يا ستي، واعملي في كل قطعه فتحه، والفتحه دي اللي بتخلي اللحمه بتاعتك تتشرب حتى العظم من جوه يبقى مستوي ومتشرب حلو جدا. هفضل انا كده اجهز في الفراخ بتاعتي وهرجعها المصفى تاني عشان لو فيها اي ميه تصفى. شايفين ازاي؟ يبقى احنا بعد ما نقطعها هنرجعها المصفى، واللي متابعينا على القناه عارفين طريقتي، بس انا ايه عشان اختصر لكم الوقت وما اطولش عليكم الفيديو هسيبكم، هخلص تقطيع وارجع لكم تاني. ادينا قطعت الفراخ بتاعتي زي الفل ورجعتها. المصفى بتاعتي دي كبيره جدا، حجمها كبير، فشالت ال4 فرخات بسم الله ما شاء الله. المهم حطيت الفراخ فيها وسبت تحتها طبق تصفي اي حاجه فيها. لازم يا جماعه مهما تغسليها هتصفي برضو. شايفين ازاي؟ المهم ايه، تعال نجهز التتبيله مع بعضينا، بس قبل ما نجهز التتبيله تعال نحط الفراخ في بوله كبيره. البوله دي حجمها كبير وهتشيل لي ايه ال4 فرخات، والفرختين التانيين ال3 فرخات التانيين هعملهم في بوله لوحديهم، بس انا ما حبيتش ايه اتوهكم معايا في الفيديو ونعمل ايه صواني كتيره، فانتوا كفايه عليكم ال4 دول. المهم حطيتهم كده في صينيه زي ما انتم شايفين كده في البوله، وهنشوف التوابل بتاعتنا عباره عن ايه. ودي الفراخ بتاعتي زي الفل وما فيهاش اي ميه، ناشفه وزي الفل. تعال نشوف التتبيله عباره عن ايه. معلقتين ملح كبار، معلقه كزبره، معلقه توم باودر، معلقه بصل باودر، ربع معلقه كمون، ربع معلقه فلفل اسود، بابريكا، اي مرقه عندك، المرقه اللي انا عاملاها معاكم على القناه البودر بحط منها، كزبره. هجيب كمان البرطمان السحري ده بقى ايه، دي البابريكا، المعجون البابريكا اللي انا عملته معاكم على القناه ده تحفه في كل المشويات. حطيت معلقه كبيره وحطيت معلقه ايه، معلقه صلصه، ونزلت ب3 معالق 4 زيت كده. دي ايه الخلطه بتاعتنا، تمام. قاعد ايه تاني يا هلا، الحاجه اللي هتدينا اللون الجميل بقى، وحطيت معلقتين خل كبار، ده بيخلي اللحمه بتاعتك طريه، ولا زبادي ولا اي حاجه. وهنعصر كده 4 ليمونات حلوين. شايفين ازاي؟ دي كل التوابل بتاعتنا. قاعد بقى مكون سحري، ده اللي بيظبط لك الطعم بقى واللون، وما اقولكمش على الجمال والحلاوه. بس بعد ما نعصر ال4 ليمونات كده زي ما انتم شايفين، اظن التتبيله سهله وبسيطه جدا. ومعجون البابريكا ده يا جماعه تحفه تحفه. ايه المكون السحري بقى؟ معلقتين عسل كبار اسود، ده بيدي تطعيمه. على فكره العسل الاسود مش بيبان خالص في المشويات، بيدي تطعيمه حلوه جدا جدا، وكمان بيحسن لنا اللون بتاع الشوي. تمام كده. باخد كل التتبيله دي ببعضها. طب يا هلا لو انا ما عنديش عسل اسود اعمل ايه؟ حط يا ست معلقه سكر، ويا ريت اللي ما حطيتش اللايك تحط لنا اللايك عشان فيديوهاتي توصل لكل الناس. انا جهزت الحاجه دي قبلها بيوم على فكره، لان انا بحب ايه، اللحوم والفراخ تتشرب، وخصوصا في الشوي بحب اسيبها تتشرب كويس قوي. المهم انا ايه، خلطت كل الخليط مع بعضيه زي ما انتم شايفين كده،
وبعد كده هسيبه في التلاجة بصراحة لما ارجع من الشغل، وهنشويه مع بعضنا وهنشوف طريقة الشوي. وطريقة الشوي سهلة وبسيطة جدا في خطوة واحدة ومن غير ما تتعبي. المهم انا رجعت لكم تاني يوم زي ما انتم شايفين كده، طلعنا الفراخ، انا كنت مغطياها بغطا حلة كده وحشت الغطا، واديني ايه الفراخ بتاعتي زي الفل. جبت صينيه المونيا عادي، بس الصينيه دي صينيه كبيره، دي بتاعت الفطير، هتاخد الاربع فرخات بالراحه. حطيت كده حوالي 3 4 معالق زيت، وارص بقى الفراخ بتاعتي. بس لما ترصيها رصيها على العظم، العظم من تحت والجلده من فوق، تمام كده. لان الطريقه دي الفراخ بتاعتك ما تلزقش منك، لو عملتيها على الجلده هتلزق منك ويبقى شكلها بالظريف. احنا عايزين الجلده تاخد لون ايه الشوي، اللون الحلو. هفضل انا كده ايه ارص الفراخ بتاعتي، العظم بتاعتها من تحت، عماله اقول لكم اهو في الفيديو، العظمه من تحت وجلده من فوق. هفضل ارص الكميه كلها. وانا برص كده الكميه هجهز شويه بصل صغيرين. بصراحه البصل مع الفراخ طعمه احلى من الفراخ بكتير، بياخد بقى التطعيمه وتطعيمه الشوي مع الفراخ. فما اقولكمش بقى البصل ده بالذات انا باكد ليه على البصل. بصي يا جماعه، غرام، طعمه غرام. انا بتمنى فعلا تجربوا الطريقه دي، البصل هتحبيه اكتر من الفراخ. انا المهم خلينا دلوقتي في الفراخ. انا رصيت الفراخ بتاعتي كلها، بس هعمل ايه بقى؟ اي توابل في البوله بتاعتي هنزلها، تمام كده. المهم ده شويه البصل ده براحتك، نقي شويه بصل صغيرين كده، بس تدفنيهم مع الفراخ لجوه عشان الميه بتاعت الفراخ تسويهم ويشوي وياخدوا طعم الشوي بقى. هتلقي البصل دايما تحطي كده قطعه مشويه كده في السندوتش مع بصلتين مشويين، ما اقولكمش على الجمال والحلاوه. وشويه شطه كده كانوا عندي حطيتهم برضو، لان انا من الناس اللي مغرمه في الشطه. ما تقلقوش، الشطه مش هتشطشط لك الفراخ، بس هي هتتشوي ويبقى طعمها حلو. ونزلت كل التوابل اللي في البوله بتاعتي، وهكون مشغله الفرن بتاعي على درجه حراره عاليه في البدايه، تمام، درجه حراره عاليه. واحط الشبكه فوق الصاجه اللي من تحت بالظبط، تمام. هشغل الحراره على درجه حراره عاليه، واحط الشبكه فين؟ على الصاجة بالظبط، او الصاجة فوق الصاجة، تمام كده. وشغل الفرن من تحت، وسيبي الفراخ بتاعتك، ما تشغليش الشواية دلوقتي. هنسيب الفراخ على الصاجة اللي فوق الفرن بالظبط لغاية ما ايه تلقي الفراخ بتاعتك استوت وطلعت المية بتاعتها. بعد كده طلعيها لفوق وشغلي لها الشواية. اديني سويتها بطريقة سهلة وبسيطة جدا، ولا قلبت ولا الدخانة ضايقتني ولا الكلام ده خالص. وعملنا احلى شوية فراخ، بس هي كانت سخنة قوي وانا مش قادرة ايه هسيبها تبرد شوية واقدر امسكها بايدي. انا كده سبت الفراخ بردت معايا. شايفين اللون؟ تحفة يا جماعة، اللون والطعم حكاية، مستوية حتى العظم من جوه متشرب ومستوي. كل اللي كان من الفراخ دي بيقول تسلم ايدك يا هالة، تحفة تحفة تحفة. شايفين اللون الجميل ده؟ خدناه من العسل الاسود. وشوينا الفراخ بتاعتنا من غير اي تعب. والبصل بتاعنا ما اقولكمش، انا مغرمة بالبصل، بنتي كانت مغرمة بيه جدا، كانت بتاكل بصل اكتر من الفراخ. شايفين الجمال والحلاوه؟ ايه رايكم بقى مع شويه طحينه كده، مع شويه مكرونه ممكن تعملوهم جنبيهم، اي حاجه اعمليها، شويه بطاطس مقليين، هتاكلي احلى اكله. فراخ مشويه كده ما اقولكمش على الجمال والحلاوه. شايفين ازاي اللحمه بيضه ومستويه؟ اللحمه كانت ازاي دايبه دوب يا جماعه، كانت تحفه تحفه تحفه. والبصل طعمه جميل جدا جدا. فياريت ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان قناتي تكبر بيكم.